كوثر. سميتو يعني الكنيه ما عندك؟ لا ما عنديش. الكنيه ما عندكش. هي دابا انت في طنطا ياك؟ عايشه في طنطا. هي شحال دابا انت في طنطا؟ دابا شي عام ونص. عام ونص. هي شنو هو دابا الاشكال؟ يعني انت قصيره، ما عندك لا عقد ازدياد لا بطاقه تعريف وطنيه ياك؟ لا سيدي ما عنديش. اييه. تعاطيتي من جيتي وكنتي في حاله ديال سميتو التشرد، تعاطيتي الدعاره؟ نعم. الدعاره ديال القصيرات ياك؟ اييه سيدي. في كتمشي كيفاش يعني تعاطيتي لهاد الدعاره؟ كنت انا اصلا ما كنتش في طنطا، كنت في اكادير. اييه. جات واحد السيده ما كنعرفها وما كتعرفني، جات عرضت ليا واحد الخدمه، قالت لي بانك غادي سميتو غتمشي غتخدمي في واحد عند واحد السيده غادي تخدمي معها. طلبات مني انا وواحد الدريه حتى هي كانت واحد الصديقه حتى هي قصيره. طلبات مني قالت لي غتمشي معايا للصحراء غادي تخدموا مع واحد السيده. رفعي الصوت شوي. مشينا معاها. اييه. ملي دخلنا عند ديك السيده رحبات بينا هذا شويه وهي تقول لنا نوضوا بدلوا حوايجكم قادوا حالتكم راه غادي تخرجوا. انا ديك الساعه ما فهمت والو حتى الاخر عاد باش فهمت بان ديك السيده كتستغل الجسد ديالي باش انا نجيب لها الفلوس. صافي شفت ديك السيده بقات كتستغل فيا. خرجت من عندها من بعد بقات تابعيني يعني خرجتكم من الدعاره؟ انا خرجت صافي شفت راسي عييت من داكشي وعيت على الاستغلال بزاف كتستغلني اللي جبتها كتحيدها ليا وهذا صافي. اش من احياء كنتو كتمشي لهم في طنطا؟ كاين الدوار. شارع حسن الثاني. هذا تعرضت اصلا تعرضت 7 اشخاص في واد الدرعا. شحال هادي؟ دابا شي 6 شهور. مشيتي معاهم الاراده ديالك ياك؟ انا ديك الساعه انت تعرف بان الوضعيه ديال الدعاره تعرف كلشي بلا ما نشرح لك. اييه. غتعرف بان راه انفو كتصيفط لك ديك السيده لواحد البلاصه خاصك تمشي ليها باش لا مشيتي ليها خاصك تجيبي ليها الفلوس. هكاك. الا ما جبتيش ليها الفلوس كتولي طريقه اخرى ديال التعامل. غتصبوك في الدرعه 7 كنتي معاهم وحدك؟ كنت معاهم بوحدي انايا بوحدي. هضرات معاهم ما عرفتش انا ما عرفتش داكشي. صافي ملي جيت خليتها في ما قلت لها والو قلت لها بان سميتو قالت لي ما كاين مشكل وهذا مره اخرى وما غاديش طرا لك هادشي كاع صافي. ونوع هذوك الزبناء اللي كنتو كتمشي معاهم واش موظفين اش من قطاع كل نوع كاين اللي شخص خدام كاين الاكثريه كيكونوا موظفين، الاكثريه كيكونوا غير دراري عاديين بحال الشبان اللي جاب ما اشخاص عاديين. شكون كيقول يعني كانوا عرفوك راك قصيره ما عندكش لاكارت؟ ما عرفونيش. ما عرفوكش. هي اون فوا كنخرج مع شي واحد ولا هذا كتقول لي قول لهم عندك 20 سنه ياك وعندك لاكارت باش ما تطيحينيش في شي موقف وهذا. كنقول لها صافي انا حيت ديك الساعه انا ما عارفاش حيت يقدر لا قدر الله مشيت وطرات لي شي حاجه ما غاديش تعقل عليا هي. تقول لهم انا ديك السيده راه ما كنعرفها ما كتعرفني وراه عندها لاكارت ديالها وهذا داكشي علاش ما كنقول داكشي كندير داكشي اللي كتقول لي هي. وهاد الممارسات اللي كنتو كتمارسوا يعني واش كاين فيها العزل الطبي؟ كاين؟ ما كاينش فيها عزل طبي. ما كاينش عزل. وهذوك الزبناء اللي كيمشيو اللي كتمشي عندهم كيستعملوا العزل الطبي؟ ما كيستعملوش. كيستعملوا كاين اللي كيستعملوا كاين اللي كيستعملوا. الاغلبيه كيستعملوا ما كيستعملوش. الاغلبيه كيستعملوا. هكا. صاي اش المطالب ديالك؟ هاد الرساله اللي بغيت توجهها من جريده الصحراء نيوز؟ هاد الرساله كنوجهها للناس اللي كاينين في اكادير كنوجهها بالاكثريه مركز حمايه الطفوله. كاع دوك الدريات اللي كيخرجوا من مركز حمايه الطفوله وكيضيعوا ما بغيتهمش يضيعوا كما ضعت انايا، ما بغيتهمش يستغلوهم كما تستغليت انا من طرف هاد جوج الناس اللي ما عندهمش كرامه وما حاسينش بحق الدريات. كيقولوا اون فوا كتجي شي بنت ما كيعتبروش انها دريه عندها ظروف
ولا انها بنت مركز حمايه الطفوله، كيعتبروها انها كتمشي كتخدم في داكشي ديال الطعام صافي. تما بلا ما نطق سميتو راه نتوما غادي تعرفوا. واخا قولي لي شنو الفرق ما بين اكادير وطنطان في المعامله ديال الناس، في الاستغلال؟ الفرق ما كاينش نفس الشيء، نفس الشيء، قطاع واحد. هكاك. انا دابا كنوجه هذه الرساله لمركز حمايه الطفوله والناس اللي كاينين في موظفين، سواء البوليس سواء هذا، كنتمنى منهم اي دريه واي طفله صغيره ما يضيعوهاش، ولا خرجات يعاونوها وما يخلوهاش تضيع. ووسط المركز ديال كنتو كتعرضوا للاستغلال وسط المركز؟ لا ما كانش استغلال، مي كان شويه هذا العنف وهذا، ولكن داكشي راه ماشي بحال الا خرجتي من المركز خرجتي الزنقه نيشان، ما كاينش اللي غادي يعاونك، ما كاينش اللي غادي يوقف قدام. كاينين بعض الاشخاص كتجي كطلب لهم غير درهم، هذيك درهم كيبغيو يستغلوك عليها. واخا قولي لي واحد القضيه، بالنسبه عمر لقيت مع شي واحد نصحك قال لك الطريق اللي ماشي فيها راه ما صالحاش، ولا شي جمعيه ولا الجمعيات النسائيه خاصه؟ كاينين اشخاص، كاين شخصيات عرفتهم، كاين واحد السيد عرفتو نصحني ووقف معايا حتى الان، واقف معايا، وكنتمنى هادشي يستمر. وكاين جمعيه حقوق الانسان حتى هي اللي كنشكرها، كاينه الجريده ديال صحراء نيوز حتى هي وقفات معايا. المهم انا كنتمنى هادشي اللي قلت دابا يوصل للناس اللي كاينين في اكادير، ولا سواء في طنطان سواء في اكادير، سواء الناس البوليس ديال اكادير ولا سواء ديال هذا، ما يضيعوش دوك الدراري. واخا دابا لاله ان شاء الله الا صوبتي لاكارت ان شاء الله مع هاد الناس اللي واقفين معاك، الناس القضيه القضاء وبالنسبه للناصر الحقوقي السي البستاني وكذا، يعني تبني مستقبلك ان شاء الله هنا في طنطان ولا ترجعي لاكادير؟ لا ان شاء الله غادي نبني في طنطان، وغادي ان شاء الله الا سهل عليا الله غادي ندير جمعيه، وغادي نديرها على حساب دوك الدريات اللي كيخرجوا من مركز حمايه الطفوله، كيخرجوا الشوارع، لان ما كاينش شي واحد غادي يرحمك. ينفو الدريه كتوصل 18 عام في المركز ما كيعقلوش عليها، كيقول لها بنت الناس صافي عندك دابا لاكارت ديالك سيري شوفي اش ديري، ما كيعطيوها لا راس الخير، ما كيعاونوها بشي خدمه تخدم، يشدوا لها بعدا غير شي بيت تستقر فيه بما يسهل عليها الله. هادشي ما كاينش، وهادشي اللي كنطالب به انا يكون لهاد الدريات مساكن اللي كيكونوا خارجين ما كيتلاقاو لا والديهم، كاينين كاع اللي عندهم والديهم، كاينين شي بنات عندهم والديهم كيصيفطوهم كيقول لهم انا ما عنديش الامكانيات، ولكن ديك الدريه فين بغيتيها تمشي؟ واش بغيتيها تمشي الشارع اشنو فيه الاستغلال، ما غاديش يعقل عليك شي واحد. اما تمشي تخدمي في الديور وتستغلك ديك اللي كاينه في الدار تخدمي عندها وتخرجي وتجيبي ليها الفلوس، اما تمشي عند شي واحد ويستغلك، اما يحملك ويصيفطك، اما يدير لك شي مرض، يركب فيك شي مرض ويصيفطك ويقول لك بنت الناس ماشي انا بوحدي اللي كتجي عندي، راه كتجي عندي انا وكتمشي عند شخص وشخص وشخص. داكشي علاش كنطالب بالحق لهاد الدريات، وكنشكركم. كنتمنى هادشي اللي قلنا يوصل لمركز حمايه الطفوله، يوصل للوكيل، ويوصل لكاع الاشخاص اللي مهتمين بالجمعيات، اي والمسؤولين بصفه عامه. والله